في بداية الفيلم نرى عدة رجال ونساء عادوا إلى منازلهم توا، وعندما أراد الآخرون قضاء وقت ممتع اختار أحد الشباب كريس العودة إلى المنزل. في ذلك الصباح استيقظ كريس وهرع إلى العمل في أول وظيفة له. سألته والدته: أنا لماذا عليه أن يعمل؟ لأن والدته هي من دفعت مصاريف المنزل، لكن كريس أكد أنه بحاجة إلى المال لدفع رسوم رخصة دراجته النارية. ثم التقى كريس برجل جون الذي رشحه للعمل كعامل نظافة في شقة. أحب كريس هذه الوظيفة كثيرا لأنه لا يريد أن يقف مكتوف الأيدي ويتقبل شفقة الآخرين. سألته والدته مجددا: هل ما زال يحب هذه الوظيفة؟ قال كريس إنه سينظف المنزل كل يوم قبل الذهاب إلى العمل. في اليوم التالي التقى كريس بجون، حيث أخبره جون إذا تأخر قليلا غدا فطلب من كريس ترتيب العمل. عندما سأله جون عن صندوق الطعام اللذيذ الذي كان يستخدمه كريس، قال كريس إنه أهدته إياه والدته. أشاد جون بانا، ثم سأل كريس: هل جون متزوج؟ قال جون لا. ثم كالعادة عاد كريس إلى المنزل. قضى هو ووالدته وقتا في مشاهدة التلفاز حتى حان وقت الراحة. في اليوم التالي جاءت امرأة تدعى ساني تبحث عن جون، ووجدت كريس يصلح مصباحا. كانت ساني تنوي طلب المساعدة من جون لإصلاح الغسالة، ولكن لأن جون لم يكن موجودا سألت ساني إن كان بإمكان كريس إصلاح الغسالة. رفض كريس بأدب لأنه لا يعرف شيئا عن الغسالات. في صباح اليوم التالي التقى كريس بجون وقال إن ساني التي تسكن في الطابق التاسع طلبت المساعدة لإصلاح غسالته. أجابه جون أن هذه ليست وظيفتهما، لكن كريس جادل: أليست مهمة سهلة؟ بضع دقائق فقط. فتطوع كريس ليمنحه جون فرصة. وافق جون وذهب كريس إلى شقة سان، ثم طلبت منه سان أن يدخل لإصلاح الغسالة في الحمام، لكن سان لفتت انتباه كريس عمدا. في اليوم التالي على طاولة العشاء رأت آنا كريس يرتدي ملابس جديدة. أشادت باريس: كان وسيما جدا في ملابسه. ثم أكدت آنا لكريس: انتبه عند اختيار امرأة، لأن كريس يحتاج إلى شخص جيد. ثم أعطى جون رقم هاتف سان الذي كان قد أعطاه لكريس. اتصل به كريس عندما دعته سان لتناول العشاء الليلة، فاقترح جون أن يلتقي كريس بسان لتجلب له الزهور. في تلك الليلة ذهب كريس لرؤية سان، وأخيرا نشأت بينهما علاقة غرامية. في اليوم التالي اتصل كريس بسان وبدا كريس سعيدا. ثم دعت سان كريس مجددا وقالت له: تعال على العشاء. في ذلك المساء وصل كريس إلى الشقة فرأى سان تنتظره. أخيرا بدأت علاقتهما العاطفية. ثم لاحظت أنا التغيير في كريس. شكت أنا في أن كريس لديه حبيبة بالفعل، فقالت: لذا يمكن لكريس دعوة حبيبته لتناول العشاء معا. وافق كريس، لكنه أبقى سان سرا. رأى جون أيضا كريس الذي كان سعيدا للغاية. كان متأكدا من أن كريس لديه حبيبة. المشتبه به هو سان. في تلك الليلة كان كريس مع سان، لكنه فوجئ بصوت ابن سان كاسبر الذي اتصل بسان ليطلب الطعام. سأل كريس سان: لماذا لم تخبره عن ابنها؟ ثم قالت سان إن كريس يمكنه الحضور غدا لتناول العشاء معا. في اليوم التالي كان جون وكريس يلعبان كرة القدم في الحديقة، فظهرت أنا وطلبت من كريس دعوة حبيبته السرية لتناول العشاء. وافق كريس، لكنه لم يكن متأكدا من عرض أنا على والدته. في ذلك المساء انضم كريس إلى سان وابنها لتناول العشاء. كانوا سعداء للغاية. بعد بضعة أيام اتصل كريس بسان، لكن سان قالت إنها ستغادر. طلب من كريس الابتعاد عن حياته وألا يعود مجددا. عند سماع ذلك شعر كريس بخيبة أمل كبيرة، فأغلق الباب في وجه والدته التي رأت حزن كريس. في اليوم التالي ذهب كريس إلى شقة سان، حتى إن تفاجأت من نوم كريس أمام بابها. غاضبا طردته سان، ثم قال كريس إنه لا يستطيع العيش بدون سان، لكن سان ردت وقالت إن علاقتهما كانت للمتعة فقط. ذهب كريس إلى جون طالبا النصيحة بشأن مشكلته، لكن جون قال إنه من الأفضل أن ينسى كريس أمر ثان. حتى إن كريس بكى أمام والدته وكان صريحا بشأن ساني. كانت والدته متفاجئة للغاية. لماذا يمكن لكريس أن يكون مع ساني وهي أكبر منه سنا؟ شعرت أنا بخيبة أمل شديدة، وبكت على نفسها. في اليوم التالي عندما كان كريس مع جون ظهرت ساني أمامه، ثم قالت ساني إنها بحاجة إلى مساعدة كريس للاعتناء بكاسبر لأن ساني ستذهب مع صديقها. وافق كريس دون تردد على مساعدة ساني فقط للبقاء بالقرب منها. في تلك الليلة بينما كان كريس وكاسبر يتناولان الطعام تحدثا حتى نام كاسبر.
بعد فترة وجيزة عندما نام كريس ظهرت ساني أمامه، وأخيرا نشأت بينهما علاقة حب. في ذلك الصباح عندما استيقظ قال كريس إنه قد يضطر للعودة إلى المنزل لرؤية والدته، ثم اقترحت ساني على سيكان كريس مترددا في البداية، لكنهما وافقا في نهاية الأمر على دعوة آنا لتناول العشاء. حضرت آنا تلك الليلة وتعارفا، كما أبدت آنا دعمها حتى لا تخيب آمال كريس. ثم في أثناء تناول الطعام سألت آنا سان عن عمل سان. قالت إنها لم تعد تعمل، وهي الآن أكثر تركيزا على رؤية كاسبر وكريس. لكن آنا ردت وقالت إن كريس ذاهب إلى الجامعة وربما يكون مشغولا في الحرم الجامعي. استاءت سان وطلبت من كريس الذهاب إلى المطبخ. هناك أكدت أنه إذا ذهب كريس إلى الجامعة فستنتهي علاقتهما، إلا أن هذا جعلهما متوترين وظهرت آنا أمامهما. ثم تصالحت سان وكريس وعادا إلى مواصلة العشاء. تصاعد التوتر مجددا عندما قالت آنا إنها تجهز شقة لكريس ليعيش فيها، لكن سان قاطعت المحادثة وقالت إن كريس سيكون أفضل حالا لو بقي في شقتها. شعرت آنا فجأة بالغثيان فعادت إلى المنزل فورا. في تلك الليلة لاحظ كريس غرابة سان فطلب من كريس ربطها. بعد أن أمضى تلك الليلة عاد كريس إلى المنزل وتحدث مع والدته. عندما سألته والدته إن كان كريس سيعود إلى سان أجاب كريس بالنفي. ثم اتصل كريس بسان وأصر على إنهاء علاقتهما. صدمت سان لكن كريس قالها بجدية. في تلك الليلة صرخت سان بصوت عال في فناء الشقة منادية باسم كريس. نصحت والدتها كريس آغار بالنزول لتهدئة سان. ذهب كريس لرؤية سان التي كانت تبكي وتفتقد كريس. اصطحب كريس سان إلى شقته محاولا تهدئتها. في صباح اليوم التالي عادت ساني لزيارة والدتها التي كانت حزينة جدا وهي تفكر في كريس. ثم سألت آنا: هل كريس هنا منذ وقت طويل؟ ألا تبكي ساني في الفناء من الآن فصاعدا؟ لكن كريس لم يجب والدته واختار النوم بجانبها. في ذلك المساء عاد كريس إلى ساني وسألتها ساني: لماذا بقي كريس في منزل والدته كل هذه المدة؟ قال كريس إنه نام أكثر مما يجب، فأصرت ساني على ألا تذهبي إلى والدتك مجددا. بعد فترة وجيزة كان كريس ذاهبا لمقابلة كاسبر الذي كان يلعب كرة القدم في فناء الشقة، ولكن فجأة اتهمت ساني كريس بأنه مع امرأة أخرى لأنه شم رائحة عطر من ملابس كريس. قال كريس بحزم: إنها رائحة عطر والدته. اتهمت ساني كريس يانغ دون تردد بإيذائها بشدة. غضب كريس وصفع ساني فورا. شعر كريس فجأة بدوار، وعندما استيقظ من نومه نهض وأخرج جميع مفاتيح غرفة ساني وقرر مغادرة ساني. من هذه القصة بالطبع دروس نتعلمها من مبدأ كريس: إن الرجل سيغادر منزله ويبني فلكه الجديد، أما الزوجة فستظهر موقفها كأم ربت ابنها لتزوجه امرأة. وينتهي الفيلم. شكرا للمشاهدة. إلى اللقاء.